فاكر مسلسل ابن حلال بتاع محمد رمضان؟ نفس الحكاية بالظبط حصلت في الحقيقة، بس نهايتها كانت أبشع بكتير. في حي الندى الشيخ زايد كانت هبة العقاد بنت ليلى غفران المطربة المغربية قاعدة مع صاحبتها نادين خالد. اللي حصل بعد كده قلب حياتهم رعب. هبة كانت على علاقة عاطفية بابن مسؤول كبير، وبتقول التحقيقات إن العلاقة اتكشفت وحصلت مواجهة ما بينهم، وفي النهاية هبة ونادين اتقتلوا. بعد الحادثة المسؤول الكبير حاول يغطي على الموضوع وقدم شاب فقير اسمه محمود العيساوي على ان هو القاتل. محمود العيساوي ده كان شاب من الفيوم عمره 19 سنة وكان بيشتغل عامل بناء، والجريمة حصلت في شقة نادين خالد في حي الندى في الشيخ زايد. وزي ما قلت لك ده مكان راقي جدا، والعيساوي ما كانش ساكن هناك ولا يعرف البنات دي. التحقيقات قالت انه كان رايح يدور على شغل في موقع بناء قريب، وشاف العمارة دي شكلها فخم وساكنينها بنات لوحدهم، فقرر يقتحمها عشان يسرق. ناس كتير منهم محاميين وصحفيين قالوا ان القصة دي مش منطقية عشان ما كانش فيه اي اثار لاقتحام الباب، يعني اللي دخل بسهولة جدا، وبرضه ما فيش اي اثار لدم او علامات سرقة حقيقية. الجريمة فيها طعنات كتير جدا ودقيقة وشكلها انتقامي مش سرقة، ده غير تغيير اقوال والدة الضحية اللي هي ليلى غفران. في البدايات قالت ان المجرم ابن شخص كبير ومهم، بعد كده غيرت اقوالها، وفي النهاية المحكمة حكمت على محمود العيساوي بالاعدام. القضية دي شبه جدا احداث المسلسل. تفتكر دي صدفة ولا الكاتب كان عاوز يوصل لنا حاجة معينة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.